ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. انا احمد ابراهيم. ده فيديو جديد. انا دلوقتي بقيت خريج اللاتر. في الفيديو ده هنتكلم عن الكلية. لو انت طالب لسه داخل كلية جديد في ثانوية عام، في الكلية اصلا، كم نصيحة اتمنى كان حد قالهم لي، كان هيفرقوا معايا خالص خالص خالص. يعني لو خلاصة الكام سنة اللي قعدتهم 4 سنين، خلاص. الفيديو ده تتفرج عليه لو انت في ثانوية عامة، في كلية، في كلية قبل أي حاجة خالص. احنا متعودين صلوا على النبي، نذكر الله، ندعو لأخواتنا في فلسطين وغزة وندعو المسلمين أجمعين، وتدعوا لي في الآخر تدعي لنفسك. ولو مش مشترك أنت عارف أكيد، يعني أنت عايز تشوفني تاني فاشترك يا عم عشان نكملوا الدنيا كده ونظبط الأداء. يلا بينا. في البداية ساعة ما دخلت الكلية، أنا دخلت الكلية مش عايز. وطبعا اللي عارفني واللي اتفرج عليا عارف إن أنا دخلت خدمة اجتماعية غصب تنسيق، ما بيأدي حيلي. جاب 60% إن هخش يا طب، وكنت أدبي، يعني لو علمي كنت قلنا ماشي. فالحمد لله في ثانوية عامة مرضتش نغش. ذكرت على قد ما قدرت، على قد اللي هو معاه. ذكرت وحاولت وتمام. حسيت انها مش درجاتي، قلت نعمل تظلم. بس تظلم كده كده مش هتاخد درجات بنسبة كبيرة، 95% مفيش درجات. دخلنا في الكلية. أول سنة مش عارف أنا هنعمل إيه. طب أنا هندرس إيه فيها؟ الكلية دي كنت أتريق عليها. إيه اللي دخلني؟ إيه اللي جابني هنا؟ عارف بالظبط زي ما كنت أتريق على تليفون، أحسن تليفون، تاني يوم في عيد ميلادك أبوك جاب لك التليفون دي. فيا عم أنا مش عايز. الحمد لله فضيت بالتليفون عشان ما تزعلش أبوك. ورضيت نفسك. قعدت هجر التليفون حلو وأنا اللي كنت ظالمة. كملنا في الكلية، بقيت أمشي أيامي. لحد ما نبص جيت في سنة رابعة. سنة رابعة التدريب بتاعها كان أحلى تدريب عدى عليه في السنتين. لأن أنت في تانية هتاخد تدريب كأنه محاضرات عادي، في تالتة هتروح مكان، في رابعة هتروح مكان، فهم سنتين تدريب برا الكلية. في سنة تانية التالتة كان تدريب حلو. في رابعة اللي هو الترم اللي فات ده كان أحلى تدريب عدى عليه، وهو اللي حببني في الكلية أو حببني في الجامعة عامة. الفكرة هي اللي فرقت معايا في الترم ده، يعني اللي هو كل الحاجات اللي هنقولها ليكم أو التفاصيل أو النصائح عرفتها من الترم ده، نسبة كبيرة منها. حاجات تركز عليها إن أنت تكون علاقات في الكلية، تعمل علاقات، ودي الحمد لله عملت. ما تحاولش تكون تقيل على حد، اللي هو صاحب بس خليك عارف دي. بس مش كل الناس اصحابك، لان انت لو كل الناس اصحابك وحش. وحش لسبب ان انت هتبقى صاحب الكل، وصاحب الكل على رأي اللي قال صاحب الكل منافق. مفيش حد يبقى صاحب الكل، بس انت عارف الكل، فاهم؟ يعني اعرف الناس بس ما تصاحبهمش. في ناس تستاهلش انت صاحبها، في اصحاب سوء هيبهدلوك بالذات في الكليه. الكليه دي اللي هتفرق، عامله زي المضاعف. دخلت محترم، كملت هبقى محترم جول. فالجامعة دي اللي هتبين بيتك صح واللي انت عايز تبقى عليه. الثانوية عامة دي بتاعت لسه طفل أو مراهق. ما تروح الكلية عاد انت دنيتك عاد بدماغك عايز تبقى ايه بعدين، فهي دي اللي هتحدد. فكون علاقات، كون أصحاب تساعدك تعمل دي، بالذات في الجامعة. هيبقى معاك كمية اختيارات وكمية حاجات، وانت تعمل علاقات هتساعدك. يعني انا من الحاجات اللي مش ندمان عليها، بس انا من النوع دي ما احبش كان التجمعات بتاعت الطلاب او الاسر او الحاجات دي. حاولت، ما مش جو الصراحه. حاولت كذا مره بس مش جو. لو انت مثلا عندك رهاب اجتماعي او ما تحبش الناس او بتاع ده هيكسر الحته دي. فالعلاقات مهمه خالص. كون اصحاب بعد الكليه، قبل هيفرقوا معاك بعد الكليه. هي اتعلم منهم حاجات، يعني اللي هو حاول تتعلم على قد ما تقدر. فاول حاجه لازم تكون علاقات مع اصحاب، ومش كل الناس تبقى اصحابك، فاهم؟ تاني حاجه ما تخليش التقديرات كل همك. يعني ما تبقاش داخل الكليه انا عايز نجيب ليها جدا وممتاز ونرتب على الدفعه. يا صاحبي المقبول عند الله فندم. ادخل الكليه عادي هنذاكر وبتاع، بس ما تبقاش كاتب نفسك ان انت لازم تذاكر وتجيب تقدير. التقدير والله العظيم كانت الاول تفرق. الكليات ذات نفسها كانت الاول تفرق، كليتي ومش عارف ايه، بس حاليا الدنيا عمال تتطور. فكل ما يبصش هو كل اصلا هتروح في شغل يعمل لك انترفيو، 5 6 انترفيوهات هيبهدلوك. هيشوف اصلا التقدير بتاعك ده ولا لا. اصلا التقدير ده ممكن دكتور ينزلك، دكتور يطلعك بمزاج. فما تحطش في دماغك انت لازم تجيب تقدير وتطلع مش عارف ايه وايه. سيبها كده. الا لو ده جوك، يعني انت لو عايز تبقى معيد او بتاع دي تمام، مش هنقول لك لا.
انما لو انت عايز تبقى تقدير عشان اللي هو جاب تقدير، لا يا عم والله ما مستاهل، كده كده اهم حاجه امشي الدنيا، وهم كده كده 4 سنين هيعدوا، فحاول تستفيد منهم. فما تخليش كل التقديرات او ان انت تبقى معاك تقدير، جاب تقدير، هو كل املك في الكليه. هتلاقي نفسك عمال تنحت في صخرة ما منتهياش، كده كده الصخرة قاعدة عمال تنحت تنحت تنحت، وبعدين بعد ما تخلص يعني جيد جدا، يعني امتياز، مش هتفرق معاك. الا لو انت قلت لك هتبقى عايز حاطط في دماغك تبقى معيد، هتروح كده كده هتقدم في شركة جيد كويسة، جيد جدا كويسة، امتياز كويس، بس برضه هتدي تشتغل. لو معاك امتياز ومش عارف تأدي الشغل او عندك كذا مهارات ناقصة، ملهاش دعوة اصلا، هيعمل ايه بالامتياز بتاعك وانت مش شغال كويس؟ الامتياز ده خليه في الكلية يا باشا، ماليش دعوة بيه. ففي الارض الواقع والحياة العملية ما هتأثر، بس مش بدرجة اللي هي هتبوظ الدنيا معاك خالص. فركز على الكلية واستمتع، هما كده كده 4 سنين وهتلاقيهم عدوا. جرب ما تخافش، جرب حياة جديدة، اطلع اتحرك، ما تخافش، ما تخافش من نظرة الناس، ما تخافش من كلامهم، ما تخافش من أي حاجة. دي في العموم، جرب ما تخافش. شوف انت حاجات نفسك تعملها جديدة وجرب. عايز تلعب كورة، عايز تشترك مثلا في الأنشطة الرياضية، عايز اعمل تمثل، لو انت شايف نفسك ممثل، بس انت ما تمثلش، هم اللي هيمثلوا، هم اللي هيمثلوا. جرب، جرب الحاجة اللي انت عايزها، ما تخافش. اعرف نفسك. ال4 سنين بتاعت الكلية ما هو اللي انت عايز تعرف نفسك بالظبط. بعد الكلية يبقى انت عارف جزء كبير من نفسك، لان انت لحد اخر يوم في عمرك انت مش عارف الدنيا هتبقى ماشية معاك ازاي، مش عارف انت عايز ايه بالظبط. ده احتياجاتك غير احتياجاتك بعد شهر، غير احتياجاتك بعد سنة. فخليك في الحتة دي، حاول تبص لنفسك، تعرف انت كويس فيها، وحش فيها، هتحب فيها ما هتحبش فيها. فاللي هو جرب كل حاجة، كل حاجة صح، كل حاجة صح يا مؤدب. لما تخش خد معاك صيغة أهلك. فعلا كنت هنشوف البوست على الفيسبوك لما لو انت داخل الكلية خد معاك صيغة أهلك. فعلا، ولو انت داخل الكلية خد معاك صيغة أهلك. الكلية بيبقى فيها، عارف لما تبقى حد ماسك ايدك كده ومديك لحد حتة وبعدها سابك في حتة واسعة كبيرة، وخلاص انا واثق فيك، ده لك بالظبط اللي عملوه معاك. فما تخونش ثقتهم. انت هتروح الكلية، هتبقى وحدك عادي بمزاجك، عايز تشرب سجاير هتشرب، عايز تشرب اي حاجة هتشرب، عايز تعمل اي حاجة هتقدر تعملها. فانت طالما انت عارف الصح، اعمل الصح وابعد عن الغلط. ما تخونش ثقة اهلك وثقتك في نفسك. ده في الاول، يعني اهلك ربوك وتعبوا في تربيتك، وهيتعبوا عشان يجيبوا لك المصاريف وتبقى كويس ومش عارف ايه، وانت تروح الكلية تمشي مع دي، تبص على دي، تعمل دي، الدنيا هتلاقي ما ينفعش. تخون ثقتك وخنت ربنا، عصيت ربنا. ف مفيش رقيب غير عليك غير رب، ولا تجعل الله اهون الناظرين. يعني تبقى مع نفسك في اي حاجه عايز تعملها. الاول كان في الثانوي كنت تروح البيت ابوك شادد عليك مش عارف ايه، فكل الشد وكل الحاجات دي مفيش، كلها راحه. حاول اللي هو ما تعصيش ربنا، وما تخسرش ثقة اهلك فيك. خلينا نقول لك ما ترتبطش، ما تحبش. لان الارتباط في السن ده والحب هيبهدلك فعلا. ما تبصليش يا عم، انا ماليش دعوه بالكلام ده. لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. هنقول لك بس يعني والله هياكل من مخك وهياكل من تركيزك وهيتعبك فعلا. خليك مشتت بين 50 حاجة في الوقت اللي انت هتكلمها فيه او هتفكر وبتاع دي، انت ممكن تطور من نفسك. مش هنقول لك انا الواد جامد اللي خاربها، لا والله ده نصيحة هنقولها ليك ولا لي. يعني اي حاجة اقولها في الفيديو انا هنقولها لنفسي جاب ليك، اللي هو نتفرج على نفسي اصلا، اللي هو هنفوق نفسي بنفسي. فهتضيع وقتك والله. ودلوقتي مثلا 99.9 و9.9 من 1,000,000 ما قدرش يتجوز في الجامعة. وبعد الجامعة الدنيا صعبة خالص. طالما انت ما قدرش تخش البيت من بابي، مالكش دعوة. يا عم طب انا نحبها وما نحبهاش، يا عم انت حبيتها، انت كلمتها منين اصلا؟ يعني انت اتكلمت وعرفت ازاي ان هي وبتاع، انت ما شفتش غيرها اصلا. اول واحدة هتقول لك ازيك يا ميدو. ده العظيم بحر افيهات يا اخي، استنى اشرب كوبايه ده انا هتبهدل في المونتاج. اول واحده هقول لك ازيك، الله دي قالت لي انا ازيك، ده انت هتحبيني اي لاف يو. ان انت ما تعودش على التعامل، بالذات لو انت مثلا كنت في ازهر ودخلت جامعه عامه،
هتحس الله ايه دي. فما تحبش، ما ترتبطش طالما انت ما قدرش. شعر. كنا نقول الناس اصلا دلوقتي الشباب اغلبها مش قادر ان هو يتجوز او مش مقتدر، ما معاش فلوس، فمش هقدر اخد الخطوه ولا اخش البيت، فخلاص هتروح منك ما هتروحش، دي حاجه في ايد ربنا، لو خيار هتلاقيه، مش خيار خلاص، يعني ربنا يكرمهم، كل واحد خليه في طريقه. بس فحاول تركز على نفسك وتعمل حاجه لنفسك، واعمل الحاجه اللي انت عايزها عشان ما تندمش وتقول يا ريتني عملت. اغلط ما تسيبش نفسك ان انت تيجي تندم بعدين وتقول يا ريتني كنت عملت ده، عشان لما تقول يا ريتني، يا ريتك مش هيكون، خلاص فات، حاجة عدت. فانت لو حاجة متأكد منها 100% ان هي دي صح ولازم تتعمل دلوقتي بس خايف، ما يتنقم خوفك. فعلا ما تخافش، ايه اللي هيخوفك؟ ما تجيش عشان ما تجيش بعدين وتقول يا ريتني كنت عملت دي ويا ريتني كنت بس، يعني انت تندم ان انت غلطت اكتر ما انت تندم ان انت حاجة ما عملتهاش. انت غلطت كده كده هتتعلم، فعادي انا غلطت، انا بني ادم وانا اتعلم. انما لما دي تندم على حاجه فاتت وانت ما عملتهاش، ده هيكسر نفسك، هيكسر ثقتك في نفسك، انا ما كنتش عاملها عشان انا خايف فانا جبان فانا مش عارف ايه. فلا، اي حاجه انت متاكد منها ان انت عايز تعملها وراجل في كلمتك وفي ردة الفعل اللي هتحصل، وهتقف هتسندل يعني بمعنى الكلام في اي حاجه، انا رايح خلاص، هنستحمل ردة الفعل، هنستحمل السلبيات اللي هتحصل، هنستحمل اي حاجة، فخلاص روح ما تخافش، هيجي عليك طالما انت راجل هتكمل. انما ما تخافش وتقول لا ومش عارفة، هيجي بعدين تندم ان انت ما عملتش، والندم هيبهدلك، ازبل حاجة الندم. فاعمل اي حاجة انت عايزها طالما انت شايف ان هي صح ومش حرام مش غلط، عشان ما تندمش. فالندم لما يجيلك في وقت هيجيلك ان انت خلاص ندمت، فانت ماليش لأي 70 80 لازمة، لما الندم يفوت خلاص. بس واخر حاجة، ما تركزش على الكلية بس، الكلية دلوقتي مش كفاية، خد كورسات، طور من نفسك، ابني جسم شيء قوي، فاتمرن، ظبط نفسك، ظبط نومك، خد كورسات، لان الكلية دلوقتي وحدها مش كفاية، لازم تاخد كورسات وتطور من نفسك، تطور الانجليزي، السوفت سكيلز، بالذات لو انت كلية هتقعد قدام الكمبيوتر كتير، مثلا كمبيوتر ساينس او ما فيهاش كوميونيكيشن كويس، فلازم لازم كوميونيكيشن سكيلز والسوفت سكيلز، مهارات التواصل. اغلب دلوقتي الشركات اصلا هتبص من جانب على الجانب العلمي بتاعك، والسوفت سكيلز مهاراتك ازاي تعرف تتكلم مع الناس، ازاي تتواصل، بس السوفت سكيلز مهم خالص. ومهارات التواصل مثلا لو في تجارة او بتاع دي شركات، انت دلوقتي تتعامل مع شركات مثلا، مثلا يا عم ماشي، لازم تتكلم معاهم كويس مش عارف ايه، لانك لو اعتمدت على المحتوى بتاع الكلية 100% وخلصت 4 سنين هتحتاج تبدأ بعدين. لو خلصت 4 سنين فتحتاج سنتين مثلا تاخد كورسات وابتدى، فانت هتعدي منك 4 سنين. لما انت لو في الكلية خدت كورسات وظبطت، اول ما تخلص ان شاء الله هتلاقي نفسك قطعت شوط كبير. وجرب حاجات تتعلم حاجات مختلفة، يعني ما تحصرش نفسك في محتوى الكلية، جرب حاجات جديدة، شوف انت هتحبها، يعني جرب جنب الكلية تعلم حاجات تانية، ما تحصرش نفسك في الكلية بس. وفي النهاية نتمنى يكون الفيديو ساب أثر ولو 1% في أي حد بيشوف الفيديو ده، ولو الفيديو عجبك ادعي لي واشترك وبس، ونام كويس وكل كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.